دكتور فود وشروق مقضينا خود وخدر. هيك مقضينا. عرفنا انه الدكتور فود طلع بفيديو وقال حيرفع دعوة على حفلة الطلاق لانه عم تشجع على الطلاق. انتهى الموضوع، الحفلة ممنوع تنعمل، ممنوع تنعمل. قال لها خدي يا شروق، هذا خزوق. هي طلعت عملت هالفيديو قالت له خد هغير اسم الحفلة. انسولي ديفورس بارتي، خلينا نحتفل بالحفلة يلي اسمها نيو بيجينينج بارتي، حفلة بدايتي الجديدة. انا مش عم جيب شيء من عندي، حرفيا خد بخود. عم بتصير في كتير لطواشات بيناتهم، يعني شروق عملت فيديو لدعاية شركة بس بدكم تسافروا، رايح اجيب جهاز طلاقي من تركيا. فاجا الدكتور فود وعمل هيك ستوري. طلع الطيارة ممنوع، فيك تصور من برا بس وقت فوت لجوا لانه هالشخص مش طبيعي، شو بحب يزرزر. خي يعطوني مجال اعمل فيديوهات عنكم. بنزل فيديو من هون ما فيش ساعة ساعتين بترجع بتولع بيناتهم من هون بنزلوا شيء جديد. اكيد حاعمل شيء على اليوتيوب لحتى احكي بالتفاصيل. كمان ما اكتفى بهيدا اللطشة، لسه في حاجات كتير لطشة لطشة كرمال غيرت لوك شعرها. على فكرة أنا بحب البنات الشقر والله. أمي شقرة، أنا أشقر، والسمر بحب كل العالم خيي. خدي يا شروق، خدي انت وشعراتك يا شروق. الستوريات والريلات عندهم هالفترة عبارة عن خوازيق، يعني هني بس بده ينزلوا فيديو بحطوا الفيديو بيكتبوا الكابشن، حتى ما عندهم بوست لينزل فيديو، لا بكون مكتوب خازوق، بس يكبسوها للكبسة بصير بده يحمل 100%، ما في 100%، صار في بدالها خود يا دكتور فود، خدي يا شروق. وهيك مقضينا على السوشيال ميديا، يعني هيدي حياتكم وحياتي هالفترة يا مشاهدين. يعني بدنا نتحمل الخوازيق، ما بيكفينا خوازيق اللي نحن فيها، كمان نعيش الخوازيق على السوشيال ميديا.